إيه معنى إنك تبقى عارف إن عمرك قصير بس في نفس الوقت عندك رسالة أكبر منك بكتير؟ إيه معنى إنك تعيش آخر أيامك مش عشان نفسك لكن عشان وطن كامل؟ النهاردة هحكيلكم عن بطل حقيقي مخافش من الموت ولا استسلم للمرض. النهاردة قصتنا عن المشير أحمد إسماعيل، القائد اللي كتب بدمه وعقله نصر 6 أكتوبر. سنة 1917 في بيت مصري بسيط في القاهرة اتولد أحمد. من طفولته كان شكله مختلف، منضبط هادي ودايما عينه على حلمه. كان نفسه يبقى ظابط مش حلم عادي، كان شايف نفسه بيحمل مسؤولية أكبر، بيغير في مستقبل بلده. وفي الوقت اللي صحابه كانوا بيلعبوا في الشارع هو كان بيقعد يقرأ عن التاريخ، عن القادة العظام، كان بيجهز نفسه من بدري. الحلم اللي بيملأ قلبك من وانت صغير هو ده اللي ممكن يغير حياتك كلها. أحمد دخل الكلية الحربية واتخرج ضابط، ومن أول يوم كان معروف إنه مش مجرد جندي، كان قائد بالفطرة، هادي بس قراراته حاسمة. شارك في حرب فلسطين سنة 1948، هناك شاف الدم، شاف الخسارة، شاف وجوه الشباب اللي ضحوا بحياتهم، والمفروض المشاهد دي تكسر أي إنسان، لكن مع أحمد هي اللي بانت جواه نار مبتطفيش. لازم نتعلم، لازم نطور، لازم نرجع الكرامة. التجارب الصعبة مش بتهدك، ساعات هي اللي بتبنيك. سنة 1967 كانت الكارثة، الهزيمة كسرت جيش كامل وكسرت معاهم قلب أحمد إسماعيل. شاف حلمه وحلم الملايين بيتبخر، لكن الغريب إنه مستسلمش، بالعكس الهزيمة دي علمته درس عمره، اللي وقع مرة لازم يقوم أقوى. النكسة اللي بتكسر قلبك ممكن تبقى هي اللي بتبني قوتك. بعد ما بقى وزير الدفاع بدأ يرسم خطة كأنها لوحة فنية، مكانش عايز حرب بس كان عايز معجزة. عمل تدريبات وسماها مناورات، سرب أخبار عكس الحقيقة، خلى العدو يفتكر إن مصر نايمة في حين إن الجيش كان بيجهز لحلم العبور. الخطة دي كانت زي الشطرنج، وكل نقلة محسوبة بدقة. الذكاء أوقات بيكسب معركة قبل ما تبدأ. 6 أكتوبر سنة 1973 الساعة 2 الظهر، أصوات المدافع هزت الدنيا. الجنود المصريين عبروا القناة بيصرخوا الله أكبر. خط بارليف اللي بيتقال عليه أقوى خط دفاع في العالم وقع في ساعات. التاريخ اتغير والكرامة رجعت. مفيش مستحيل قدام إيمان شعب متحد. في عز المعركة والتخطيط أحمد كان بيحارب حرب تانية لوحده. كان مريض بالسرطان، الأطباء قالوله أيامك قليلة، لكنه مقالش لحد. خبى ألمه وقرر يعيش آخر أيامه عشان يشوف اللحظة اللي حلم بيها، مصر واقفة من جديد. وفعلا عاش لحد ما شاف النصر، وبعد شهور رحل بس اسمه عاش للأبد. العمر مش بطولة، قيمته في أثره. قصة المشير أحمد إسماعيل مش مجرد صفحات في كتاب، دي رسالة لينا احنا. لو هو قاتل مرضه عشان يدي عمره لبلده، احنا كمان نقدر نقاتل ضعفنا، خوفنا، أي تحدي في طريقنا. 6 أكتوبر بيقول لنا مفيش مستحيل، ولو اتحدنا على حلم واحد هنصنع معجزات تانية. انت كمان عندك معركتك، يمكن مش بالسلاح لكن بنفس الروح.